سلام بنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بافضل حال. اليوم كما قريتوا في العنوان غنشارك معكم وصفه الشاورما، واللي هي شاورما كامله قرايتها، ولا فطائر ديريهم في المقله، ولا شاورما بطريقه اخرى كما نقولوا. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تكون تعليقاتكم وتدعمونا بالضغط على زر ابوني والجام. جزاكم الله خيرا. نبداو بطريقه التحضير. نجيبو وعاء نديرو فيه العجين واش يحتاج: كاس حليب دافي، نصف ملعقه كبيره خميره، نصف ملعقه كبيره سكر، وتخلطوهم مليح وتزيدوا معاهم ربع كاس زيت، ومن بعد نزيدو نخلطوهم. ومن بعد نروحو نضيفوا الفرينه والملح. الملح لازم نديروش مع الخميره يا البنات، كاع الملح يلغي مفعول الخميره. بعد ما تشكلت ليها عجينه طريه نغطي ليها بكيس بلاستيكي ونزيد نديرها عليها الطرشونه من فوق ونخلوها تخمر. ونروحو في تحضير الحشو. انا في الحشو نتاعي ديسيديت ندير فخيت شويه سكالوب ونزيد معاه صوص طوماط. نتوما كل وحده واش تحب دير، تقدري ديري الطون، كل وحده واش تحب دير. انا جبت 3 بطاطات متوسطات بالعدد افراد العائله يعني، وكنت كشرتهم، نقيتهم وقليتهم، وبعدها ملحتهم. متنساوش الملح يا البنات. ورحت نتسكالوب كنت جبته من الكونجيلاتور وخليته ساعه، حطيته يعني في الماء ما بين يعني راح هذاك التجمد نتاعو، ونقطعوه مربعات ولا شرائح. ورحت حتى هو قليته في 3 ولا 4 ملاعق زيت، تخلوه يتقلى بشويه بشويه. ومن بعدها تروحوا تزيدوا لي زيبيس وتزيدوا الطوماط، تزيدوا نصف ملعقه كبيره هريسه، نصف ملعقه كبيره طماطم مصبره، وتزيدوا عليه نصف ملعقه كبيره ملح، شويه فلفل اسود، وتزيدوا عليه 2 طماطمات كونوا قصيتوهم مربعات. طماطم والفلفل هذه حاجه تعود ليكم، كان اللي يحبهم كاين اللي ما يحبهمش. انا نحبهم كيما هكا باش ما تجيش بزاف ناشفه من الداخل. الشاورما تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا رحت ندير لاصوص طوماط اللي درت 2 ملاعق زيت مع نصف ملعقه ثوم، نصف ملعقه كبيره ثوم، نصف ملعقه هريسه، نصف ملعقه طماطم مصبره، ونخليهم يتقلاو مليح. بعدها نكون رحيت في الميكسور 2 طماطم يكونوا متوسطات ونروح نزيدهم عليهم. وبعدها نخلطهم ونزيد لي زيبيس والملح. الملح نصف ملعقه كبيره ملح وشويه فلفل اسود يا بنات، ونحركوهم مليح ونخلوه كما نقولوا يغلي حتى يخثر لكم كامل. ومن بعدها تخرجوه. وكنت ثاني زدت كما نقولوا سكرفجت الفرماج. انا استخدمت فرماج رابي تاع البيتزا. ثم لكم الحريه اذا باغيين تستخدموا مايونيز، ولا اذا راكم باغيين ديروا فرماج مثلثات، ولا ديروا طون كما قلت لكم. كل وحده واش راهي باغيه دير. رجعت عند العجينه تاعنا رحت كورتها، يعني لوزناها على 6. انا خرجت لي 6 كاس حليب يعني دافي، خرج لك 6 زوج 12. كورنا وغطيت عليها بالطرشونه وخليناها تزيد تريح 5 ولا 10 دقائق يا بنات. وبعدها هنايا بديت نحلو فيهم كامل بالحلال والفرينه. ديروا الفرينه على الطرشونه تاعكم باش ما تلصقلكمش وتجيكم سهله باش تهزوها. كيما راكم تشوفوا حليناهم كامل وخليتهم وحده فوق وحده. وهنا بعد ما سخنت الطاجين تاعي رحت درتهم، بديت نطيب فيهم. نتوما باغيين ديروهم في الطاجين ولا راكم باغيين ديروهم في المقله برك يصغروهم باش يقدروا يديروا لكم. شوفوا كيف خرجوا روعه. ننصحكم انكم تجربوهم في هذا الصيف لولادكم ولا في الدخول المدرسي، راهو قرب ديروه لهم تفرحوهم بهم. شتو كيما بعد ما حمرت لي يعني هاد الجهه نروح نبدا نحشي فيها. ندير لاصوص طوماط، بعد نزيد ندير عليها الفخيت، ونزيد ندير عليها شويه سكالوب على جهه يعني وحده، ونزيد ندير هذاك الفرماج. وبعد نقفل عليها ونقصو هنايا النار باش ما تحرق لكم الجهه. كيما على بالكم بنات كاين حد اخرين تقولك انا نحشيها قبل ما نحطها. لا كاع كتحشيها قبل ما تحطيها دير لك ما تطيبلكش يعني من الداخل تبقى لك معجنه. ماذا بك طيبيها كيما نقولوا على الدبل فاس في زوج، ولكن فاصه واحده ما طيبيهاش بزاف كيما تكوني ديري في الحشو هي تكون طيب وخلاص. هاي بعد ما طبقناها شوفها خرجت هايله يا بنات. درك ما طابت على جهه نقلبها تزيد تحمر شويه على الجهه الاخرى، وبعدها نخرجها وتكون وجدت. كما قلت لكم بنات هذه الوصفه انا معتمدتها يعني في الصيف.
وخابتي يشتوها، وثاني يخرجوا لكم بزاف هايلين، يعني يخرجوا لكم كما نقولوا حجم عائلي، وكذلك كيجيو طريين، ما تجيش هذيك اليابسه بزاف تكسر لك السنين، وما تجيش هذيك المطلوقه كامل تقدري تحكمي فيها. رائعه. هاي اللي شاركت معكم وحده كيفاه، قلت لكم بعد ما حمرت هاني نزيد نحشيها، نزيد نقص هنا النار مليح باش ما ديرليش، باش ما تحرق ليش وتخسر لي، ونبدا نحشي فيها ونبدا نقلبها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. وصلنا لنهايه الفيديو البنات، مبقى غير نقولكم نتلاقاو في فيديو اخر، في وصفه اخرى، في روتين اخر ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر ابوني والاعجاب وتشاركوا قناتي وتبارطاجيو الفيديو على اكبر عدد من الاصدقاء تاعكم باش تستفادوا من الوصفه. في امان الله وحفظه، الى اللقاء.